أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. وزارة المالية والتنمية الوطنية توقع اتفاقية تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء محطة طاقة في دق محري. تنظيم منتدى احتواء النفايات. زيادة مخالفات قوانين المرور في الأقليم الأوسط بنسبة 24%. الجيش النيجيري يعلن مقتل 20 إرهابيا قرب الحدود مع نيجيريا. الجيش الصيني يعلن إبعاد مدمرة أمريكية من بحر جنوب الصين. ميدفيديف يحذر من توقيف بوتين في الخارج ويشبه بإعلان حرب نووية. مرحبا بكم. وقعت وزارة المالية والتنمية الوطنية اليوم 23 من مارس اتفاقية تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة حوالي 50 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بقوة 30 ميجا واط في مدينة دق محري. ووقع على الاتفاقية التي جرت في مكتب وزارة المالية والتنمية الوطنية وزير الوزارة الدكتور جرجيس تخلا ميكائيل ونائب المدير العام للبنك الأفريقي التنموي الدكتور عبدول كامارا. وقال وزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جرجيس تخلا ميكائيل في المناسبة إن الاتفاق يلعب دورا مهما باعتباره يجري في الوقت الذي انطلقت فيه الحكومة الإريترية بقوة لتنفيذ البرامج التنموية. وذكر معاليها أن الحكومة تعمل بوضع برامج إنشاء محطة طاقة بقوة 360 ميجا واط تنفذ عبر مراحل، وسوف يساهم هذا الاتفاق إلى جانب الأنشطة التي توجد على قيد التنفيذ يساهم في تقليل تحديات الطاقة والدفع بالأنشطة التنموية الأخرى. وذكر نائب المدير العام للبنك الأفريقي التنموي الدكتور عبدول كامارا أن الاتفاق يعتبر نقطة تحول مهمة في تعزيز علاقات الجانبين، مؤكدا جاهزية البنك لإبداء التعاون بهدف إنجاح البرامج التنموية الكبيرة التي أنشأتها الحكومة الإريترية. ترتبط محطة طاقة دق محري ارتباطا مباشرا مع محطة حرقيقو للطاقة وتلعب دورا مهما إلى جانب أنشطة الطاقة الأخرى التي تنفذها الحكومة الإريترية في تقليل تحديات الطاقة التي تواجه البلاد. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة منتدى يوم 22 من مارس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة على مستوى الأقليم الأوسط لاحتواء جيد للنفايات. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الذي شارك فيه ممثلي الوزارات ومدراء المديريات وأعضاء المجلس والاتحادات الوطنية وممثلي الشعب، قال إن أضرارا كبيرة على الصحة والبيئة تحدثها النفايات لعدم الاحتواء الجيد، موضحا أهمية تدوير النفايات التي يصعب إزالتها والاستفادة منها حسب المستطاع. وذكر يتوجب العمل المسبق للحيلولة دون تلويث النفايات للبيئة وإرساء نظام رقابة مشددة والتعرف المسبق على المواد الكيميائية الخطيرة والمواد الأخرى التي تدخل البلاد بتصريح أو الممنوع دخولها من أجل مراقبة كيفية تخزينها واستخدامها، مشددا بأن إرسال النفايات الخطيرة التي يحتاج معالجتها لتقنية متطورة إلى خارج خيار لا بد منها. وقدم في المنتدى شرحا مسهبا مصحوبا بالصور حول إدارة النفايات الصناعية ونفايات النقل والاتصالات ونفايات التعدين والطاقة والنفايات الطبية والنفايات الزراعية ونفايات مؤسسات التعليم ونفايات أعمال البناء وتحديات وتأثير تلوث المياه والأوضاع الحالية للنفايات في أسمرة والتعليمات الجديدة الصادرة.
واشتمل الشرح على تحديات إزالة النفايات الصلبة والسائلة للمؤسسات وتلويثها المياه والتربة والبيئة والأضرار بصحة الإنسان والبرامج المستقبلية لتدبير النفايات والاستفادة منها. وأشار إلى أن التعليمات الجديدة الصادرة في شهر يناير من عام 2023 لإدارة النفايات توضح بأن إدارة النفايات مسؤولية قسم البيئة والإدارات، بالإضافة إلى تضمنها قضايا واجبات إزالة النفايات واحتوائها وانتهاكات التعليمات وعقوباتها وغيرها من القضايا. وأوضح المشاركون في المنتدى بأن أغلب المؤسسات معرفتها متدنية بشأن الحفاظ على المواد الكيميائية وعدم وجود موقع محدد للنفايات الصناعية وإقامة العديد من أماكن تجميع النفايات ومواصلة الأنشطة التوعوية للشعب وتوخي الحذر في استخدام المبيدات الحشرية والاهتمام بالمواد الكيميائية المخزنة لسنوات طويلة والسيطرة على الأكياس البلاستيكية التي تباع في الشوارع وتنسيق العمل لإزالة النفايات. وأفادت وزارة الأراضي والمياه والبيئة وجود برنامج لعقد منتديات في الأقاليم بشأن المواضيع المرتبطة بالبحر وتدمير الغابات وإفقار التربة وتدمير التنوع الأحيائي والمواضيع المرتبطة بالنفايات. أوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكائيل ازدياد الحوادث المرورية في الربع الأول من هذه السنة بنسبة حوالي 24% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي. وقال بالرغم من التوجيهات والإرشادات المقدمة للسائقين لتوخي الحذر في القيادة فإن أكثر من 25 ألف سيارة انتهكت قوانين المرور من شهر يناير وحتى مارس 2023 وأن الظاهرة في استفحال. ودعا جميع قطاعات المجتمع للمساهمة لمنع الانتهاكات المرورية وتعزيز العلاقة بين الشعب والشرطة مشيدا بعمل الشرطة ليل نهار لمكافحة الحوادث المرورية. وذكر وجود 11 مركز للشرطة في الإقليم الأوسط 8 منها في أسمرة و3 مراكز الشرطة في مديريات قلا نفحي وبريخ وسرجعة. نادى فرع التعليم في مديرية حلحة الإقليم عنسبة لتعزيز العمل المنسق للحد من عملية مقاطعة الطلاب مائدة التعليم. وشارك في اللقاء مسؤولي قسم الخدمات الاجتماعية وفرع التعليم ومدير مديرية حلحل والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمدراء وممثلي المواطنين. وقدم مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم تقريرا مفصلا أوضح فيه زيادة أعداد الطلاب في النصف الأول من العام الدراسي من عام 2022 وعام 2023 مقارنة بالعام الماضي ب3% وبنسبة المقاطعة ب4%. وأوضح الأستاذ عثمان مساهمة المواطنين المشهودة في دعم العملية التعليمية مناشدا للعمل بقوة لتعزيز ذلك بمتابعة الطلاب لدوره الفاعل في رفع الكفاءة الطلابية. وأشار مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عند ميكائيل ضرورة العمل الثلاثي المتحد لتحسين التعليم نوعيا. ودعا المدير التنفيذي لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم العقيد تسفاتيون قرماي لتعزيز دور ومساهمة كافة الجهات للتقليل من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية وتحسين مشاركة ونتائج الطلاب. وقدم المشاركون في الآراء التي أدلوا بها توصيات بناءة أهمها ضرورة الدفع لتجميع القرى وتأهيل المعلمين وبحث آليات تسهم في نقل المدارس التي تدرس في الخيم إلى المدارس الفنية. احتفل المواطنون في كندا وأستراليا وألمانيا وأمريكا والدمام بالثامن من مارس تحت شعار المرأة الإريترية صامدة في التصدي ورائدة في العمل.
وذكرت كل من مسؤولتي المرأة في مدينة سيدني السيدة ناردوس هابتي ومدينة بيرز السيدة تبلت في السهاية في فعاليات الحفل التي جرت في سيدني وبيرز وبيرزبن الأسترالية أن شعار هذا العام يبين النضال التحرري والاستشهاد المدفوع وشعاع المستقبل المشرق، وعبرت عن جاهزية الأعضاء لمزيد من أعمال التصدي والمساهمة بفعالية. كما ألقى رؤساء الجاليات واللجنة المنسقة كلمات تضامنية. وأوضحت السيدة أماريش من مكتب القنصلية العام في كندا في مراسم الاحتفالات التي جرت في مدن تورونتو ومونتريال وأوتاوا وهامالتون الكندية، أوضحت الدور الرائد الذي لعبته المرأة الإريترية في نيل الحرية وحماية السيادة، مناشدة المرأة الشابة لتعزيز دورها الإبراز وتوريث هذا التاريخ الشامخ. وناقش المشاركون بعمق حول إنجازات المرأة الإريترية في مختلف المجالات وأهمية تقويتها وتأمين حقوق ومساواة المرأة على مستوى العالم. في غضون ذلك نظم المواطنون في الاحتفالات التي جرت في مدن جيسن وهامبورغ وكالن الألمانية برامج تعكس بطولات المرأة الإريترية الإعجازية، وأشاروا إلى تعزيز البطولات بأعمال مضاعفة. وأكدت المحتفلات في العديد من المدن الأمريكية بوقوفهن الثابت إلى جانب شعبهن وتعزيز مساهمتهن في كافة المجالات الوطنية. وأفادت التقارير القادمة من مختلف المدن بأن الاحتفالات حفلت بفقرات وبرامج فنية وثقافية. وأوضح في احتفال المواطنين في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وضواحيها بأن 8 من مارس هي مناسبة لإبراز كافة مجالات النضال ومساهمة المرأة فضلا عن نضال جديد في آفاق جديدة. وحث رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها السيد قبر مسقل كيداني لبذل كافة أفراد المجتمع جهود حثيثة لنقل وتوريث بطولات المرأة الإعجازية إلى الأجيال المتعاقبة. تبرع طلاب مدرسة دق أمحر الثانوية ومدرسة دق أمحر الفنية في الفترة من 16 وحتى 19 من مارس الجاري 703 كيس الدم لتنمية محتوى خدمات نقل الدم الوطني. وقد تبرع طلاب المدرسة الثانوية ب 612 كيس دم، بينما تبرع طلاب المدرسة الفنية ب 91 كيس دم، إذ يعتبر ذلك نتاج لحملات التوعية الجارية بالتعاون بين الجمعية الوطنية لتبرع الدم وخدمات نقل الدم الوطني. وأشاد مسؤول خدمات التبرع بالدم في خدمات نقل الدم الوطني السيد محاري أبراهام المساهمة الفاعلة التي أبداها طلاب مدرسة دق أمحر الثانوية، داعيا المدارس الأخرى للاقتداء بهذه المبادرة النموذجية. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي أكد الجيش النيجيري مقتل نحو 20 إرهابيا من جماعة بوكو حرام الأسبوع الماضي، وأسرى 83 آخرين اشتبه في أنهم مقاتلون خلال عملية على الحدود مع نيجيريا. وبحسب نشرة العمليات العسكرية في منطقة ديفا جنوب شرق النيجر، هدفت عملية التمشيط الجوي البري إلى تحييد قواعد تنظيم داعش في غرب أفريقيا إسواب المنشق عن بوكو حرام والمتمركز في قابة ماتاراي نيجيريا، وينفذ منها هجمات على مدن ومواقع عسكرية في النيجر. وهدفت العملية أيضا إلى مواصلة الضغط على إسواب وقطع خطوط إمداداتها وفقا لنشرة العمليات العسكرية. وأورد الجيش حصيلة تفيد بتحييد نحو 20 إرهابيا وتوقيف 83 مشتبها بانتمائهم إلى بوكو حرام وتسليمهم إلى السلطات النيجيرية، كما تم تدمير 3 قواعد معادية ومستودعات لوجستية ودراجات نارية.
قال الجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية USS ميليوس دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية في بحر جنوب الصين. وأضاف الجيش في بيان أن مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس عبرت بالقرب من جزر باراسيل، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم. وأكد البيان أن القوات البحرية والجوية قامت بمراقبة المدمرة الأمريكية وفق القانون، وأطلقت إنذارات لإبعادها، مشددا على أن القوات الصينية تحافظ على مستوى عالي من التأهب لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين وأمنها وللحفاظ على الاستقرار في بحر جنوب الصين. في المقابل، وصفت البحرية الأمريكية بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد المدمرة الأمريكية في بحر جنوب الصين بالكاذب والخاطئ. وقالت البحرية في بيان إن المدمرة الأمريكية USS ميليوس كانت تقوم بعمليات روتينية ولم يتم إبعادها، مؤكدة أنها ستواصل الإبحار والطيران والعمل أينما سمح القانون الدولي بذلك. حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من أن توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج يعادل إعلان حرب نووية على روسيا، وذلك تعقيبا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية الماضية مذكرة اعتقال بحق بوتين. وأضاف ميدفيديف أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها. وترفض موسكو هذا الاتهام، واصفة تحرك المحكمة بأنه غير مقبول، وقالت إنه لا قوة قانونية له في روسيا التي ليست عضوا في هذه المحكمة. وقالت موسكو الاثنين الماضي إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من قضاة المحكمة بشأن القرار غير القانوني المتعلق بإصدار مذكرة توقيف بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا. وأضاف ديمتري ميدفيديف أن استعادة العلاقات بين روسيا والغرب ممكنة، ولكن في الأفق البعيد. أطلق بنجاح من كيب كانيفرال بولاية فلوريدا الأمريكية أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، لكن خللا طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره بحسب ما أظهر بث مباشر. وتيران وان الذي طورته شركة ريلاتيفيتي سبيس هو صاروخ غير مأهول كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أن مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكنها أن تتحمل العوامل القاسية شأنها في ذلك شأن المركبات الفضائية العادية. وكانت محاولتان أوليان لإطلاق الصاروخ في الأيام الأخيرة ألقيتا في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل تقنية. وأثارت عملية إطلاق هذا الصاروخ اهتماما كبيرا لأن نجاح العملية يمكن أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. وزارة المالية والتنمية الوطنية توقع اتفاقية تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء محطة طاقة في دقمحري. تنظيم منتدى احتواء النفايات. ازدياد الحوادث المرورية في الإقليم الأوسط. الجيش النيجيري يعلن مقتل 20 إرهابيا قرب الحدود مع نيجيريا. الجيش الصيني يعلن إبعاد مدمرة أمريكية من بحر جنوب الصين. ميدفيديف يحذر من توقيف بوتين في الخارج ويشبه بإعلان حرب نووية. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. Always